هابي نيو يير. وفيديو النهارده برعايه الحلبسه. هاي، انا ضحى، والنهارده بقى هعمل لكم حمص الشام اللي بيتباع في العربيات في الشارع. طبعا كلنا فاكرين ضحى هوت شوكليت البنت المصريه اللي قلبت الدنيا كلها يعني ما شاء الله. فتعالوا بقى نعمل حمص الشام او الحلبسه. لا وعرفت معلومه صادمه، في السعوديه بيقولوا عليه بليله. يعني ايه؟ اول حاجه انا هنقع الحمص بتاعي مش اقل من 24 ساعه، وانا نقعته 23 ساعه. وبعدين حوالي 4 طماطمات وعليهم 3 فصوص توم في الخلاط هفرمهم كلهم مع بعض. حطيت ميه على النار، ولما غليت حطيت فيها الحمص وعليهم عصير الطماطم ومعلقه صلصه وبصله وطماطميه متقطعه وملح وفلفل وتوم مهروس وفصين توم صحار. واحنا بنطبخه انا ما اعرفش بصراحه، بس انا عاوز الحمص اللي بيتشرب. والكمون حطيته لما الحمص استوى علشان الكمون بيمرر لو اتغلى كتير. وبعد ما استوى يا جماعه انا نسيت احط البصل وحطيت شطه دي من عندي. هو اخد حوالي ساعة على النار، وبجد هتاكلوا احلى حمص في حياتكم. ناخد شويه شوربه. هعصرها عليهم وبسم الله. ازاي يا جماعه ده انا ما حطيتش بصل؟ امال لو حطيت بصل نفس حرقه الزور بتاع بره بالظبط. مرفرف الدلال هوا حلبسه. الجو بقى حر، لو سقعانين يعملوا المشروع ده المشروب ده، وفي الاخر تحفه.